اهلا بيكم في مطبخ التوفير مع ام محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. لو اول مره عايزه تعملي الفطير وخايفه ما ينجحش معاكي، تعالي وانا اقولك على طريقه سهله وبسيطه تخليكي تعمليه وينجح معاكي من اول مره. شايفين الفطير مورق ازاي؟ يلا نشوف عملناه مع بعض ازاي. يلا بينا. اول حاجه عندي الدقيق. انا هعمل 2 كيلو من الدقيق. انت ممكن تقللي او ممكن تزودي حسب رغبتك يعني. ممكن لاول مره تجربي ممكن تعملي في نص كيلو، بس صدقيني وهينجح معاكي. انا هعمله النهارده معاكي بطريقه بسيطه تخليه ينجح. عجينه الفطير عجينه سهله وبسيطه في نفس الوقت. الدقيق مكونات ايه؟ الدقيق ومعلقتين كبار من السكر او 3 معالق كبار لو بتحبوا مسكر، ورشه من الملح، وقلب كل ده. الفطير ما يعني ما بنحطلوش خميره، هو ما يعني ملح وسكر بس، وبيتعجن بميه عاديه من الحنفيه. اول حاجه انا جبت 2 كيلو من الدقيق، هحط عليهم 3 معالق كبار من السكر، كمان معلقه صغيره من الملح، وهجيب ميه عاديه من الحنفيه واعجن. هفضل ازود الميه شويه بشويه لحد ما تتعجن معايا. عايزه فطير يكون معاكي حلو، لازم تعجني العجينه حلو. يعني ايه تعجنيها كويس؟ تخدمي العجينه كويس. انا هفضل ازود الميه شويه بشويه. كل نوع دي بيختلف عن التاني، يعني في نوع دي يعني بيحتاج ميه كتير ونوع لا. انا هفضل ازود شويه بشويه واعجن فيها. طبعا طريقه النهارده بسيطه جدا، اي حد هيقدر يعمله. يعني لاول مره هتعمليه صدقيني هينجح معاكي وما يتعبش فيه خالص. الطريقه النهارده بسيطه جدا. تابعي بس الفيديو وامشي على خطوات مظبوط وهتاخدي احلى فطير معاكي ان شاء الله. جربي هاتي نص كيلو دي واعملي، مش لازم تجيبي كيلو. انا عامله النهارده 2 كيلو علشان احنا بنحبه يعني، وحسب يعني عدد افراد الاسره. انا هفضل بقى ازود الميه شويه بشويه لحد ما الم العجينه. اول حاجه لازم الم العجينه شويه، يعني ايه ما زودش الميه مره واحده، لازم شويه بشويه علشان نوع الدقيق بيختلف. هنا زودت الميه بدات اعجن فيها بالشكل ده. عايزه الفطير معاكي يكون حلو لازم تعجني شويه، تعجني العجينه حلو. يعني هي عجينه الفطير بتاخد وقت شويه، بس يعني لما تعملي عجينه حلوه تعجني العجينه حلوه بيديك الفطير. انا عجنتها بالشكل ده. هفضل بقى الت فيه او اديله بوكس زي ما انتوا بتقولوا بايدي بالشكل ده. لازم تلتي العجين كويس. شايفين شكلها انا بعمل ازاي؟ اعملي زي ما انا بعمل بنفس الطريقه تاخدي معاكي عجينه حلوه ومظبوطه. لازم تلتي العجينه كويس بحيث الفطير يطلع معاكي حلو، تفردي العجين. شايفين هي مش لازقه في الطبق ولا حاجه، بس نفس الوقت يعني ايه قوامها ملمسها ناعم. هفضل عجنتها بقى بالشكل ده. لازم تعجنيها شويه يعني ايه كويسين بحيث يطلع الفطير معاكي. لتي بالشكل ده او اديها يعني ايه بايدك بالبوكس كده. طريقه بجد جميله جدا وسهله برضو في نفس الوقت. اعجني بقى بنفس الطريقه، اعجنيها شويه محترمه كده. شايفين انا بعجنها زي ما كنت تحطيها على الرخامه وتعجنيها. انا كده بقى عجنتها، هغطيها واسيبها ترتاح. هي مفيهاش خميره بس احنا لازم نريحها علشان نعرف نفردها. ده شكلها بعد ما سبتها ارتاحت حوالي نص ساعه. انا زي ما قلت هي مفيهاش خميره بس الواحد لازم يسيبها ترتاح. شايفين شكلها بتمط ازاي؟ علشان انا عجنتها كويس كده تعرفي ان عجينتك كويسه. انا بقى هشكلها لكرات صغيره. انا بلق ايدي زيت وافضل اشكلها بالشكل ده، كور صغنونه خالص بحيث يعني ايه اعرف افردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. افرده بقى على صينيه او على الرخامه، بس لازم اكون دهنه يعني الصينيه او الرخامه زيت بحيث ان هو ما يلزقش في الرخامه او في الصينيه اللي هرص عليها بالشكل ده. هكورهم كلهم كور صغيره بالشكل ده. كور صغنونه خالص. ادي كمان واحده بالشكل ده. دلوقتي بقى هعمل كرة كبيرة. دي برضو كرة صغنونة. دلوقتي هعمل بقى واحدة كبيرة. انا هعمل الفطيرة عندي حوالي 4 أو 5 كرات من الصغيرين دول، يعني حسب حجم الصينية. لو الصينية عندي كبيرة هعمل يعني 4 كرات صغنونة افردهم، والكبيرة دي يعني ايه تبقى اخر طبقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بحيث اعمل 4 من يعني صغيرين واحدة كبيرة، بحيث دي اللي انا يعني ايه اللي هجمع فيها الكرات الصغيرة. هفردهم بقى بالشكل ده وارصهم بقى على يعني على الرخامة. انا دهنة زيت زي ما قلت لحد ما اخلص بقى كل الكمية.
ده شكلهم بعد ما خلصت كل الكمية. انا عملت الفطيرة 4 كرات صغيرة وكرة كبيرة. انا هدهنهم زيت عشان وشهم ما ينشفش يعني العجينة، وبعد كده اغطيهم. لازم ادهنهم زيت كويس عشان ما يلزقوش في بعض برضو. هدهنهم بقى زيت وبعد كده نفردهم بقى مع بعض ونشوف هنفرده ازاي. عندي هنا بقى دي سمنة انا مسيحاها. انا هفرد النهارده يعني هدهن يعني الطبقات بسمنة. وعندي هنا زيت هدهن بقى الرخامة. انا هدهن الفطير بالسمنة. لو دهنتيه بزيت هيطلع معاكي ناشف، لازم تدهنيه بالسمنة. هدهن اول حاجة الرخامة بالشكل ده، واجيب اول كرة انا فردتها وافردها بايدي. ما تلاقيش هتفرد معاكي بكل سهولة. دهني بقى زيت على الوش كده بالشكل ده يعني، وافردي على زيت علشان يعني الجو برد دلوقتي يعني. لو فردتي على سمنة السمنة هتتجمد على طول يعني. افرديها بايدك بكل سهولة بقى بالشكل ده. هفرد بايدي بالشكل ده. انا بسحب لقدام بالشكل ده، حتى لو اتقطعت منك مش مهم يعني عادي. المهم الطبقة الاخيرة يعني هنلف يعني هنجمعهم فيها ما تقطعش. افردي بالراحة بالشكل ده، بلي ايدك زيت وافردي. ثبتي بايدك بالنص بالشكل ده وافردي. هي حجمها صغير فهيتفرد معاكي بكل سهولة يعني. ممكن تفرديه بالنشابة بس هو بيتفرد سهل يعني. لما تكوني مريحة العجينة بتفرد معاكي بكل سهولة. افردي بقى بالشكل ده الاطراف بالشكل ده. لازم يكون سمكها رقيقة خالص. هي طريقة فرده بسيطة جدا، هتخلصيه بسرعة ما ياخدش منك وقت. افردي بايدك بالشكل ده، بتفرد بكل سهولة زي ما انت شايفة. اسحب الاطراف لبره، افرد لبره بالشكل ده. ما تخافيش لو اتقطعت منك عادي يعني. افردها بقى بالشكل ده. زي ما قلت هي حجمها صغير بتتفرد على طول بايديكي بكل سهولة، مش محتاجة حاجة يعني تفرديها على طول بالشكل ده لحد ما يكون سمكها رقيقة خالص. انا كده فردتها، وهجيب بقى السمنة وادهنها. هجيب بقى السمنة احط بالمعلقة بالشكل ده، وادهن بالفرشة دهنة بسيطة برضو. لو في حاجة مش يعني مش شايفاها مش مظبوطة هفردها واتني بالشكل ده، وادهن سمنة برضو. اهم حاجة في الفطير انك تدهني سمنة عشان يورق معاكي وتكوني فرداه كويس. واتني الاطراف بالشكل ده. اقفلها بقى بالشكل ده واركنها، واجيب كرة كمان وافردها برضو بنفس الطريقة. ادهن بقى زيت وافرد اللي بقى على الناحية التانية. افرد فردة بسيطة بالشكل ده، اثبت يعني بايد وافرد بالايد التانية واقلبها برضو زي ما بعمل قدامك. هي حجمها صغير فبتفرد على طول يعني ما بتاخدش وقت خالص. افردي بقى بايدك بالشكل ده، طلع الاطراف لبره. هي سهله ما بتاخدش وقت، ما تخافيش. هاتي نص كيلو دي وجربي واعملي فطيرتين صغيرين كده على قدك، بجد هيعجبك جدا. والطريقه برضو بسيطه، احنا عاملين حجم الكرات صغيره فبتتفرد على طول يعني ما بتاخدش وقت. انا بفردها بكل سهوله زي ما انتم شايفين. فردتها بكل سهوله اهو، ما خدتش وقت خالص. هجيب بقى السمنه وادهنها. هدهنها بقى دهنه كويسه من السمنه بالفرشه. بعد ما دهنتها هجيب اول واحده بقى انا فردتها احطها عليها بالشكل ده واطبق
وادهن برضو سمنة واقفل برضو بالشكل ده واركنها. وهجيب كمان الكورة برضو معايا وافردها بنفس الطريقة برضو. فردت كمان الكورة بالشكل ده ودهنتها برضو دهنة كويسة من السمنة. جبت بقى الكورتين اللي كنا يعني عاملين قبل كده مع بعض، حطيتهم جواهم بالشكل ده. برضو هدهن سمنة، لازم ادهن دهنة كويسة من السمنة بالشكل ده. وهفرد برضو كمان واحدة كده. انا عملت 3 كور صغيرين برضو، ودي كده الرابعة. انا هعمل الفطيرة يعني من 5 كورات صغيرين، من 4 صغيرين يعني واحدة كبيرة. دهنت بقى بالشكل ده. ممكن تزودي عدد طبقات يعني للفطيرة بحسب حجم الصينية. انا هعملها حجم متوسط، فعشان كده يعني هعملها يعني 4 كرات صغيرين، والكرة من الكبيرة يعني هنحطهم فيها يعني الكبيرة بالشكل ده. جبت بقى الكرة الكبيرة بقى اللي هحطهم كلهم فيها يعني. هفردها برضو بنفس الطريقة، تتفرد برضو بكل سهولة. العجينة مرتاحة كويس، فعشان كده بتتفرد برضو على طول بايدك، يعني مش محتاجة حاجة خالص، تفرديها بكل سهولة. طلع لقدام بقى بالشكل ده. لازم ادهن ايدي زيت كويس، واكون دهنة برضو الرخامة كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هوسع بقى يعني المكان عندي وافرد. لازم افرده كويس بحيث يكون رقيق معايا، يعني ما يكونش حجمه يعني سميك سميك يعني. افرد بايدي بقى بالشكل ده. زي ما قلت هي الطريقة سهلة وبسيطة جدا. يعني انت هتشكليها لكرات صغيرة وهتفرديها، ما تاخدش منك وقت، ما تخافيش هيطلع معاكي ناجح ومورق وجميل، ما تقلقيش يعني هيطلع معاكي ناجح. جربي الطريقة دي بجد هتعجبك جدا، وهتكون سهلة برضو، ما بتاخدش وقت منك، لانها حجم صغير بتتفرد على طول يعني ما بتاخدش وقت. انا فردتها بقى بالشكل ده. هدينا دهنة كويسة بقى. دي بقى هحط فيها يعني ال4 كرات اللي احنا فردناهم بقى بالشكل ده. لازم ادهن سمنة برضو كويس، الفطير بيحب السمنة. يا سلام بقى لو عندك سمنة بلدي بقى افردي بيها يعني دهني بيها، هيكون بجد طعمه جميل. بس انا عاملاه بسمنة عادية يعني. اقفل بالشكل ده. ده حجم الفطير انا عايزة اعمله حاجة يعني حسب حجم الصينية. انا دهناها سمنة كويس. احط بقى فيها الفطيرة من ناحية يعني مقفلين عليها بالشكل ده، احنا مطبقينها يعني. واسيبها بقى لحد ما اخلص كل الكمية. ده شكله بعد ما خلصت كل الكمية. انا عملت 5 صغيرين وواحدة كبيرة بالشكل ده. هسيبهم بقى يرتاحوا، وبعد كده نفردهم مع بعض بقى وندخلهم يستووا. بعد ما خلصت بقى كل كمية الفطير، جبت اول فطيرة انا عملتها واحط عليها بقى معلقة من السمنة. لازم ادينها سمنة كويس بحيث اعرف افردها يعني عشان ما تقطعش معايا، تتفرد بقى بكل سهولة. زي ما قلت هو مبياخدش وقت. افرديها بقى في حجم الصينية. انا عاملة حجمهم متوسط يعني، بس عملت واحدة كبيرة بس يعني حسب الصواني بقى اللي عندك. هتدهني ايدك سمنة كويس وافردها بقى بسويها في الصينية بقى، بتتفرد بكل سهولة بالشكل اللي انتوا شايفينه. انا بفردها بايدي، هي بتاخدش وقت خالص. هفردهم بقى كلهم بنفس الطريقة، وبعد كده بقى ندخلهم بقى الفرن بقى نسويهم مع بعض. هي اتفردت معايا بكل سهولة يعني بايدي خالص، ما خدتش وقت. ده شكلهم بعد ما خلصت كل الكمية. انا فردت كل الكمية. هسويهم بقى وادخلهم بقى، وادخل بقى فرن البوتاجاز. اسوي بقى صينيتين بصينيتين يعني حسب الفرن اللي عندك. عندي هنا فرن البوتاجاز
انا حاطاه على الشبكة بالشكل ده، شايفين بيترفع معايا بالشكل ده وما بياخدش وقت. انا يعني مولعة من تحت يعني ومش شواية من فوق بقى ومن تحت يعني. ده شكله بقى بعد ما استوى وخلصت كل الكمية. شايفين شكله عامل ازاي؟ بجد جميل جدا ومورق وجميل. انا قدمته بقى مع عسل وطحينة وجبنة. شايفين شكله بجد جميل جدا واخد لون ذهبي وجميل. حطيته بقى على الصينية بقى بالشكل ده. شايفين شكله؟ التسوية بتاعته مظبوطة. طبعا الطريقة النهاردة بسيطة جدا وسهلة جدا، جربي وما تقلقيش هينجح معاكي. هقطع بقى معاكم بالشكل ده، قطع معايا بكل سهولة. شايفينه مورق الطبقات بتاعته يعني ايه كتير. شايفينه مورق ازاي؟ الطريقة النهاردة بسيطة جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم اشتركوا في القناة ونوروني.